هو العرب كده انتهوا للابد؟ كاس العالم الجاي هل فعلا المنتخبات العربيه قادره تكمل في البطوله اكتر من دور ربع النهائي ونص النهائي، وليه لا توصل للفاينل؟ ولا الموضوع ده مستحيل وعمره ما هيحصل؟ عندنا حاجتين، الحل الاصعب والحل البديهي، وهو اننا نشتغل على الدوريات بتاعتنا وعلى المدربين بتوعنا وعلى الناشئين بتوعنا، والحل الاسهل انك تروح تدور على لعيبه من اصول عربيه اتربوا ولعبوا في الدوريات الكبرى، فمش هيكونوا خايفين من النجوم بتاعت اوروبا لان هم كانوا بيتدربوا معاهم وبيلعبوا ماتشات معاهم. مستني رايكم في الكومنتات، هل فعلا دي نهايه العرب وبعد كده مستحيل نشوف انجازات زي كده تاني، ولا الموضوع قريب وقادرين نوصل لنص النهائي وليه لا نكسب البطوله؟ وبرده مستني توقعاتكم، مين اول منتخب عربي قادر انه يكسب بطوله كاس العالم؟ رسميا العرب كلهم في الجنينه بعد فوز فرنسا على المغرب في اخر ماتش، ده بيبقى اخر منتخب عربي يخرج بالبطوله وينهي حلم المغاربه وينهي حلم العرب كلهم ان منتخب منهم يكسب البطوله. بعد فوز فرنسا على المغرب في اخر ماتش، ده بيبقى اخر منتخب عربي يخرج بالبطوله وينهي حلم المغاربه وينهي حلم العرب كلهم ان منتخب منهم يكسب البطوله. فرنسا منتخب تقيل قوي وكان دايس قوي على المغرب الصراحه، ده ما يمنعش ان كان في ظلم تحكيمي كتير، وبرده بونو صد ضربه جزاء من امبابي وبيقول لي شوبير مش انت بس اللي بتعرف تصد من النجوم الكبار زي ميسي. امبابي بيجيب الجون الاولاني وديمبلي بيجيب الجون الثاني وبينهي احلام المغاربه والعرب. امريكا بتطلع العرب كلهم من كاس العالم علشان مش عايزين ولا منتخب عربي يكسب البطوله. كفايه سياسيا اقتصاديا كفايه، يعني حتى الترفيه اللي المفروض ده الحاجه اللي مش مهمه بالنسبه لك برضو انت مستحوذ عليها، الموضوع زاد عن حده. برضو مستني رايكم في الكومنتات. I will be retiring from the Portugal national team and this was my last match for Portugal. نهاية حلم كريستيانو رونالدو مع البرتغال وانتهاء مسيرة واحد من أعظم اللعيبة اللي جت في الكورة بينهي مسيرته بعد ماتش البرتغال ما قدمتش فيه حاجة، وكنت منتظر إن كريستيانو على الأقل يوصل لنص النهائي، وليه لأ ما كانش يكسب البطولة. مدرب البرتغال مدرب وحش قوي، لعيبة البرتغال لعيبة منظومة، ما كانش فيه شكل ولا أداء لمنتخب البرتغال. زعلان طبعا على أسطورة من أساطير كرة القدم، ما كانش نفسي يخلص مسيرته مع المنتخب اللي اداله كل حاجة بالمنظر المذل ده. مستني برضو رايكم في الكومنتات، هل كنتوا مستنيين رونالدو يوصل فين؟ مستني رايكم في الكومنتات. مش مصدقين انت عملت اللي عليك يا حسام، هو اللعيبه عادي كل اللي انت عملته عملوه، هو بس كنا قريبين قوي. ايه؟ احنا كنا قريبين قوي كده. ده احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. مش الخسارة. ما بحبش الخسارة. احنا كنا قريبين قوي. ده احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. خلص الحلم اللي كنا عايشينه، متهيالي احسن سيناريو ممكن يحصل. رجالتنا رجالة منتخب مصر اللي شرفونا في بطولة كاس العالم، نهاية حلم كان نفسنا يطولوا اكتر من كده. منتخب مصر رجالتنا انتوا عملتوا اللي عليكم وعملتوا اكتر من اللازم وزيادة، عملتوا ال200%، احنا كنا طالبين ال100% وانتوا عملتوا ال200. ما كنتش منتظر حاجة اكتر من كده قدام الارجنتين. منتخب مصر اللي فرحان جدا وانجاز تاريخي بيني وبينكم، والله مش عشان انا مش متفائل او كده، بس انا حاسس ان الانجاز ده لو اتكرر تاني انا مش هبقى موجود، يعني انا مش هحضر انجاز زي كده تاني، فانا فرحان بطريقه انتم لا تتخيلوها. مستني برضو رايكم في الكومنتات، هل كنتوا مستنيين حاجه قدام الارجنتين؟ مستني رايكم في الكومنتات. كان معاكم زيكا، ما تنساش الفولو.